اليوم سأتحدث عن استبدال الركبة باستخدام التكنولوجيا الروبوتية. الآن المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل التنفسي النهائي في الركبة، والذين يعانون من ألم شديد في الركبة، والذين يجدون صعوبة في المشي حتى لأقصر المسافات وصعود السلالم، والذين لديهم التهاب مفاصل متقدم في الركبة. هؤلاء هم المرضى الذين يحتاجون إلى استبدال الركبة. الآن في استبدال الركبة ما نقوم به أساساً هو إعادة تغطية نهايات العظام التي تشكل مفصل الركبة، ويتم وضع الزرع بحيث لا تلامس الأسطح المجاورة للمفاصل بعضها البعض، والمواد الصناعية التي توضع بينهما تعمل كمفصل جديد. هذا هو استبدال الركبة. الآن لدينا تقنية متقدمة في شكل استبدال الركبة بالروبوت، حيث يساعدنا الروبوت أثناء الجراحة في التنقل وفهم وضعية الزراعات بدقة. الآن أثناء الجراحة ما نقوم به مع الروبوت هو ذراع ممتدة للجراح. يتم إدخال الخطة الجراحية إلى الروبوت، ويقوم الروبوت بتنفيذ بعض خطوات الجراحة تحت سيطرة الجراح. ليس الأمر أن الروبوت يقوم بالجراحة بأكملها بدون جراح. الجراح هو الشخص الرئيسي الذي سيتحكم في الروبوت ووظائفه. الآن كيف تختلف الجراحة الروبوتية عن الجراحة التقليدية؟ الروبوت أثناء العملية يعطينا تغذية راجعة حول الوضع الدقيق للزراعات، وأيضا كمية تشريح الأنسجة الرخوة والنزيف تكون أقل بكثير مقارنة بالجراحة التقليدية، والتعافي يكون أسرع بكثير وأقل ألماً بالنسبة للمريض. الآن في مستشفى أبولو لدينا بروتوكولات قياسية موجودة، ولدينا فريق روبوتي معنا، حيث نقوم بإجراء جراحة استبدال الركبة بانتظام. استخدام هذه التقنية قد أحدث ثورة في الطريقة التي نقوم بها بجراحة استبدال الركبة، والنتائج السريرية للمريض